ما هو حق الجار؟ قال مرة ما شاء الله دائما نحن الحمد لله نطبخ مرق ونودي له، جزاكم الله خير. لكن عندنا عيد ميلاد، عندنا عيد ميلاد، هابي بيرثدي تو يو. نحن أسرة راقية منفتحة متثقفة، حاولنا الارتقاء. أهلا وسهلا مرحبا. ايش عندكم اليوم؟ عيد ميلاد ابننا يطفئ الشمعة الأولى، وانت الشايب قال اطفئوا الشمعة 60. يا ربي 60 شمعة راحن، ما بقى شيء. ريولك في القبر وانت تطفي 60، بقي لك ولا سنتين بس. ما يلفظ من قول إلا لديه ايش؟ رقيب عتيد. ما تنطفي الشمعة ولو طفيت انت. لا ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب. هناك يوم القيامة بيذكرونك. حد إن شاء الله ما لا طافلهن، حارقين مخلين فحم السنين كلهن، بيطلعوا لك إياهن كلهن. أول ما تخرج منه في قبر هناك، أول ما تخلى في القبر. إن الميت إذا مات ووضع في قبره وتولى عنه أصحابه يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك؟ إن كان مؤمنا فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ماذا قرأت؟ قرأت كتاب الله. من الذي أرسل إليكم؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. آمنت به وصدقته. فيقال له صدقت، اجعلوا قبره روضة من رياض الجنة. وإن كان غير ذلك يسألان من ربك؟ ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. من رسولك؟ لا أدري. ماذا قرأت؟ لا أدري. قال فيطرق بمطرقة في رأسه يصيح منها صيحة تسمعها كل الخلائق إلا الثقلان، ولو سمعوها لصعقوا. وتجيني وتقول لي لا طفيت الشمع، عيد ميلاد؟ طيب انت هذا الولد يوم ولدت امه ايش سويت؟ قال ما شيء. سويت ذبحت ذبيحه يعني نسيكه؟ قال لا. ليش؟ قال يا اخي ما من عادتنا. ما من ايش؟ ما من عادتنا. طيب ايش سميته؟ وسماه وبعدين والى اخره. طيب كل هذا منسي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هابي بيرثدي تو يو ما منسيه، هناك عاد. والله بالسلامه يعني يجيبوني بابا وين يوم واحده بعد يشاركني. واحد ما شاء الله بادين عندنا كريسماس. ايش معكم؟ قالوا يا اخي بيني وبينكم ايش عندكم؟ قال يوم عندنا عيد ميلاد وجايبين سماعه اطول من هاي الطاوله، هاي بعد قصيره. ليس الرأي كمن سمع، رأيتها بنفسي. موقفات ما شاء الله تقول صنطوانه. وبدأ بالمناسبة حتى الكيكة يزفوها. مرة رأيت فرقة ماشية وشادين شيء، أقول مشي عندهم اليوم؟ قال هذه زافين كيكة لأن عندهم عيد ميلاد. إذا الحد يزف السكين وحد يزف الكيكة. شوف كيف الأمور. وموجهين السماعات على بيت جيراننا. ما بتكلم عن العرس وعن وإلى بعد منتصف الليل بل إلى الفجر، والأصوات والصخب إلى الأعلى. في البيت مرضى، وفي البيت كبار السن، وفي البيت طلبة علم، وفي البيت هؤلاء كلهم لم يناموا حتى طلع الفجر. وفي النهاية يسأل رب البيت كيف الجيران وديتوا لهم
من الكيك. الله على شيطانك.